طيب، عايز تشتغل في دبي؟ كلنا عايزين نشتغل في دبي، مين مش عايز يشتغل في دبي؟ فالفكرة هنا بقى ازاي هنشتغل في دبي؟ الناس كلها بتسأل السؤال ده. اول حاجة، في هما طريقتين يعني تشتغل في دبي: يا تفضل قاعد في مصر وتقدم اونلاين وربنا يسهل معاك، يا تيجي يا تستنى شوية، يا تيجي يا تستنى شوية، هتستنى كتير. يا اما تروح دبي. انت لما تروح دبي ويبقى رقم الموبايل بتاعك اللي محطوط على السي في رقم في الامارات، والعنوان بتاعك عنوان في دبي، الناس هتكلمك، لان ساعتها انت تقدر تروح تعمل انترفيو. ساعتها هيبقوا عارفين ان انت في البلد، فسهل يقابلوك مرة اتنين تلاتة. طب هات ورقك، طب يلا نخلص. طيب، فالناس بتعمل بقى كده. يبقى احنا ناخد بعضنا ونطلع على دبي وندور على شغل بقى هناك، يا جت يا ما جاتش. يعني هي ريسك برضه، احنا ما فيش حاجة اكيدة، كله في ايد ربنا. فانا في الفقرات اللي جايه دي، الفيديوهات اللي جايه كلها، هشرح لك بقى القصه ازاي من اول ما انت في مصر تحضر ورق ايه معاك وانت رايح، تعمل ايه في الفيزا، التذاكر لما تروح دبي تقعد فين، هتأجر ايه بكام، هتدور على شغل ازاي، سي فيك هيبقى مكتوب ازاي، تتعامل مع الناس. آم، كل الامور بقى، التريكات اللي محدش هيقولها لك، التريكات اللي هو لازم هتسأل صحابك وكل واحد يفتي، او تدور على النت فواحد يقول لك اه ينفع لا ما ينفعش. بص، من الاخر يعني، واحدة واحدة، وربنا كريم ان شاء الله نقدر نعمل حاجة في الاخر. آه، تابع معايا الفيديوهات، اعمل لايك للفيسبوك بيج، اعمل سبسكرايب لليوتيوب، وكل اسبوع هنزل حلقة، كل اسبوع هقول لك ايه اللي تعمله. بس مبدئيا انت لازم تبقى يعني من جواك عايز تسافر، من جواك عايز تعمل حاجة، مش اللي هو قاعد على الكنبة وبنحلم. وهي فيها ريسك، فيها صرف فلوس، لكن فيها جين. هتعيش في بلد نضيفة بقى، هتعمل فلوس حلوة، دبي يا معلم. الله.